السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه رأيكم بقى؟ النهارده هنعمل فطير جميل جميل وسريع جدا، وهتشوفوا فيه تكات كده صغيره في التسويه تضمن لكم ان شاء الله ان تسويته تبقى حلوه جدا. فطير هنعمله في الطاسه من غير فرن، من غير وجع قلب، من غير فرد، من غير اي حاجه، بيتفرد في ثواني، يعني فرده صغيره كده وخلاص. مش زي بقى الفطير مشلتت اللي بنعمله نقعد بقى 100 سنه نفرد والحاجات دي. سهل سهل ولذيذ لدرجة ان اي حد هيشوفه دلوقتي ممكن يقوم يعمله. قبل كل حاجة بس، اللي يشوفنا لأول مرة يشرفنا بالاشتراك في القناة، و اصحابنا وحبايبنا اللي معانا ما ينسوش اللايك والاشتراك، ويا ريت رفع الفيديو على المنتدى. يبقى لهم الف الف شكر مني، ويبقى لهم جزاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. واللهم صل على سيدنا محمد. فطير حلو جدا جدا، سريع جدا، موفر جدا. ما نشتريش بقى من الفران الحاجه غاليه والله اعلم عاملينها ازاي. هيعجبكم جدا جدا جدا. فطير جميل ولذيذ وما بياخدش وقت، واهم حاجه ان احنا ما بنقعدش نفرده وقت كبير. هتشوفوا الطريقه وهتعجبكم جدا، بس خليكم معايا لحد اخر الفيديو هتشوفوا تكات جميله جدا. تعالوا كده نفتح واحده ونشوف اخبارها ايه. بصوا، مقرمش من بره جميل. بصوا بصوا يا جماعه، بصوا الفطير، بصوا مستوي ازاي. وهنعرف كل التكات بتاعته واحنا بنسوي باذن الله، وازاي يعني يطلع بالطريقه الجميله ديت. تحفه تحفه وريحته جميله وهيعجبكم جدا. شايفين مستوي جدا وجميل جدا، حلو قوي قوي في الفطار او في العشاء مع شويه عسل، مع شويه جبنه قديمه، حاجه كده تبقى تحفه تحفه. هيعجبكم قوي ان شاء الله، واسمع رايكم باذن الله. وبس اسمحوا لي كده ادوق حاجه. انا بموت في الفطير المشلتت. اي حد معاه شويه سمن صغيرين ونص كيلو دقيق يلا يقوم يجرب والله وهتدعوا لي. اللهم صل على النبي. تحفه تحفه تحفه، مش هتندموا، اعملوه. نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونخش على الطريقه. هنا معانا 3 كوبايات من الدقيق المنخول. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط عليه بس نص معلقه صغيره ملح، هنحط عليه كمان معلقه كبيره من السكر، وهنقلبه كله في بعضه كويس عشان الملح ما يبقاش متركز في مكان معين او في جزء من الفطيره، ولا السكر برضو. لازم كل حاجه تتقلب كويس مع بعضها. وبعدين ننزل بالميه. الميه دي يعني فتره كده، طبعا مش هننزل بالميه كلها، احنا متعودين على كده. كمان شويه. المرحله ديت بقى نستخدم ايدينا. طبعا لو في عجان كان هيبقى افضل كتير، بس مش كلنا عندنا عجان، لازم نتعود نستخدم ايدينا. العجين سهل على فكره ومفيهوش مشكله. يعني في ناس كتيره قوي بتخاف من العجين، مع ان العجين ما فيهوش اي مشكله. يعني مثلا لو عملتي العجين ومثلا لا قدر الله زادت منك الميه شويه، هتزودي شويه دقيق. قلت الميه هتزودي شويه ميه، وهكذا لحد ما توصلي للعجينه اللي انت عايزاها. يعني ما فيش مشكله اصلا في العجين. وهنفضل نزود ميه بالتدريج لحد ما ناخد الكميه اللي احنا عايزينها. هعجنه بقى كويس واوريه لكم.
اهي يا بنات العجينه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. العجينه بقت تمام وجميله. اخدت حوالي من 7 ل8 دقايق كده. عجن لازم تتعجن كويس جدا، عجينه الفطير. واخدت ال3 كوبايات دقيق، اخدوا كوبايه وربع ميه. طبعا انت بالنسبه لك ممكن تاخد اكتر ممكن تاخد اقل، كل دقيق حسب نوعه. اهي العجينه ما شاء الله حلوه جدا. نغطيها بقى كويس قوي ونسيبها من تلت ساعه لنص ساعه، بس لازم تتغطى كويس قوي عشان ما يخشهاش هوا وتنشف. بس ونسيبها بقى وبعدين نشوف هنعمل ايه. اهي يا حبايبي العجينه ارتاحت، شايفين عامله ازاي كده؟ لما تمسكوها كده وتلاقوها لينه معاكم كده تعرفوا انها ارتاحت كويس قوي. على فكره انا يعني قلت لكم انها ترتاح حوالي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد من تلت ساعه لنص ساعه. انا كان ورايا شغل سبتها بقالها اكتر من ساعه. يعني انتوا لو وراكوا حاجه وسبتوها مش مشكله خالص، بيبقى افضل كتير. كل ما بترتاح اكتر كل ما بتبقى اسهل واحسن في الفرد معاكم بسهوله. واحنا بقى مش هنفرد الفرد التقليدي اللي هو بياخد وقت كبير، لا احنا هنفرد دلوقتي هتشوفوا فرد من غير اي مجهود. بصوا انا احاول افردها مستطيله قد ما اقدر، هعملها مستطيله. مش هرققها قوي وهقعد بقى زي ما بنعمل الفطير كده نقعد 100 سنه ونرقق قوي ونرفق، لا انا رشه خفيفه جدا من الدقيق على الرخامه. طبعا الرخامه مغسوله كويس جدا جدا، متنضفه متعقمه بخل كمان. بنفضل ناخد من النص كده ونودي على الحروف. فردتها بقى يا حبايبي مستطيل كده زي ما انتم شايفين. يعني انا بس عندي مشكله ان الرخامه عندي ضيقه شويه. معايا بقى 3/4 كوبايه سمنه. احاول كده ادهنها كلها، لازم تدهن كويس قوي 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 عشان هو ده اللي هيديني التوريق. اهم حاجه انها ما يبقاش فيها ولا جزء مش مدهون، لازم تبقى كلها مدهونه والاطراف بتاعتها وكل حاجه، اهم حاجه. وبرده ما ندهناش، ما نبالغش قوي في كتر السمنه، يعني عشان تبقاش تقيله ونبقى قادرين ناكلها. يعني زي ما انتم شايفين كده انا فرداها تقريبا حوالي، يعني سمكها حوالي 2 مللي كده. لازم تدهن كلها، لازم نبقى متاكدين ان كل جزء منها مدهون، اما كده يا اما مش هتديني التوريقه اللي انا عايزاها. عندك بقى زبده تبقى طبعا حلوه جدا بالزبده، عندك سمن بلدي على سمن نباتي كله شغال، تبقى حلوه برضو. بعد كده هنبدا نلفها كده، وهو ده يعتبر التوريق بتاعها. هنلفها الاول بالراحه كده. بس انا كنت حاطه دقيق قليل شويه على الرخامه، لان العجينه كانت معايا حلوه، مش طريه زياده عن اللزوم.
لفيتها يا جماعة، وكمان بقفلها من الجناب عشان السمنة ما تخرجش منها. زي ما انتوا شايفين كده، بنقفل الاجزاء المفتوحة دي، بنقفلها كويس قوي. نعيدها شوية عن السمنة. ونبدأ بقى نقسمها بالطريقة اللي احنا عايزينها. يعني هنعمل الفطيرة على قد فرد واحد، يعني وتر صغيرة كده، مش صغيرة قوي، معقولة يعني. هنقسمها بالشكل ده، نحاول قد ما نقدر نخليها فطاير يعني متساوية. مثلا ممكن 4 صوابع كده اهي. طلعت معايا، اللهم صل على سيدنا محمد، طلعت معايا 8 فطاير. 8 فطاير معقولين يعني. هجيب بقى صينيه دلوقتي، اجيب صينيه حاطه فيها شويه دقيق بسيط كده، رشه دقيق بسيطه كده، وهحطها فيها واغطيها واسيبها 10 دقايق بس، مش اكتر. عشان نقفل كده الحتت اللي فيها السمنه ديت. ممكن تسيبيها زي ما هي كده من غير تقفيل، يعني من غير ما تقفيل ولا اي حاجه، بس عشان السمنه انا كنت ايه ضربها في بعضها مسيحاها شويه. اهي يا حبايبي، هنغطيها بس 10 دقايق كده، 10 دقايق بس مش اكتر من كده. 10 دقايق تستريح شويه ونشوف هنعمل ايه. وزي ما قلت لكم هي مش صعبه خالص، مش زي الفطير العادي بتاعنا اللي بنقعد نعمله. ده فطير الطاسه ده في ثواني وجميل جدا. هتشوفوه دلوقتي، هتشوفوا الخطوه اللي جايه. اهو يا حبايبي الفطير بعد 10 دقايق. نبدا بقى نفرده بسرعه كده، مش هياخد معانا دقيقه. اهو يا حبايبي رشيت رشه دقيق كده صغيره، وهاخد الفطيره افردها بايدي كده، في ثانيه واحده، في ثانيه واحده هعملها بالطول كده. بس شفتوا بقى سهوله اكتر من كده. بس كده احط في الوسط شويه سمنه كده صغيرين عشان تخليها تقب كده، تبقى زي فطيره الافران، بس مش هحط في الاطراف. وبعدين هلم بقى الفطيره كده. دي بنتي اللي بترد عليا ديت، عماله ترغي من بره. بس كده، وهلم الفطيره كده اهي، وهركنها وهاخد واحده تانية وهكذا. احط الجهه المتساويه شويه ديت لتحت اهو، دقيقه واحده بس، يعني ما بياخدش الهوا. يعني ممكن اي حد دلوقتي يقوم يعمله في ثواني، وبالطول كده. بس هو ده التوريق بتاعنا. ايه رايكم في السهوله؟
وشويه السمنه في النص اهو. بس كده، او حابه تحطي قشطه زي ما انت عايزه، وتاخدي بقى تبداي تلميها، تبداي تلمي الاطراف كده اهو. باخد كل الاطراف معايا كده اهو، بلمها بالشكل ده اهي، واسيبها واخد التاني ونكمله كله ونشوفه مع بعض. بصوا يا حبايبي، نجيب طاسه، ويستحسن يعني يفضل انها تكون ما بتلزقش، بس لو ما عندكيش غير ألمونيا عادي برضو، بس تركزي شويه. ونجيب شويه سمنه من اللي كنا مستخدمينها، ونسخن الطاسه كويس قوي على نار عاليه. بس لما هنيجي نسوي الفطير ما تبقاش النار عاليه، لو النار عاليه الفطير هياخد لون بسرعه وهيبقى ني من جوه عجين ويبقى مش حلو خالص كده. ونسيب الطاسه تسخن كويس، وبعدين نوطي النار ونبدا نسوي. الطاسه دلوقتي سخنت، انا وطيت النار خالص وافردها كده بالراحه بس عشان ايديكي. مش هفردها قوي قوي عشان متبقاش ناشفه، سويها كده. ممكن لو الطاسه واسعه نحط اتنين مع بعض علشان الوقت اهو. ما تخافيش خالص، العجينه بتفرد على طول. طبعا بتاخدي اول واحده انت كنت سايباها، بس كده. وبعدين انا موطيه النار خالص، هغطيها واسيبها لحد ما تتشمع من فوق، وبعدين نشوفها سوا اهو. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اتشمع، ما بقاش شكل الدقيق ظاهر يعني اهو كده. بقى نقلبه، شايفين في منتهى السهوله، ما اخدش يعني ما كملش 7 دقايق على النار. يعني هو من الجهتين مش هيكمل 7 دقايق، يعني كده الوش الاولاني دوت اخد له بتاع حوالي 4 دقايق، التاني ياخد له بتاع 3 دقايق بالكتير وخلاص على كده. بس لازم تغطيه، تكوني موطيه النار، ولازم تكون وش الفطيره اتشمع وشكل العجين مش ظاهر قبل ما تقلبيها كده، يبقى استوت من جوه. انما غير كده ما تبقاش استوت من جوه خالص. اهو يا حبايبي ما شاء الله نفخ اهوت، عامل زي بتاع الافران بالظبط. بسم الله ما شاء الله. شوف التانية اهو، شايفين السوا جميل جدا. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نبقى موطيين النار، ما ينفعش خالص نعلي النار، هيطلع مش مستوي خالص من جوه. نشيل بقى الاتنين دولت ونحط اتنين غيرهم. لو الطاسه لسه فيها سمن خلاص، لو الطاسه السمن فيها قليل زودي بسيط قوي، عايزين برضو الحاجه ما تبقاش تقيله زياده عن اللزوم. نبدا نحط اتنين غيرهم كده اهو. ما تخافيش خالص، افردي وما تخافيش خالص، وما تفرديش قوي زي ما قلت لك عشان ما تبقاش خفيفه، خفيفه تبقى ناشفه. حط واحده تانية اهو، نفردها حاجه بسيطه على ايدينا.
ده يا حبايبي الشكل النهائي للفطير، بسم الله ما شاء الله. عملناه واكلنا منه كمان، تحفه تحفه. اكلناه مع العسل، انت زي ما تحبي بقى، تاكليه مع عسل، تاكليه مع جبنه قديمه، مع جبنه بيضه، تحفه 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 تحفه. وريحته جميله ومخلي للبيت ريحه جميله جدا. وطبعا فطير المشلتت ما عليهوش خلاف. وفطير الطاسه ده هو بس على صغير شويه، ومن غير المجهود الجبار اللي بنعمله في الفطير المشلتت. ده سهل جدا وسريع. اول ما هتشوفي الطريقه باذن الله هتقومي تعمليه. يلا، يا رب يا رب يعجبكم ان شاء الله، ونتقابل في فيديو تاني، والسلام عليكم.